لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. تطبيق واعي تطبيق للتعافي من الإدمان. طبعا محدش هيتعافى من الإدمان إلا لو كان عايز يتعافى من الإدمان وعنده إرادة قوية إنه يتعافى من الإدمان. والإدمان هنا بقى بيشمل إدمان مثلا الإباحية، إدمان السجاير، إدمان المخدرات، إدمان الموبايل، إدمان أي حاجة. بس يعني هم هنا مركزين اكتر على الاباحية او المخدرات والسجاير وكده. المميز بقى في التطبيق، انت لو انت عايز تخف وعايز تبطل ادمان، فالتطبيق هيساعدك بكبسولات معرفية تقدر عن طريقها تعرف الناس اللي سبقوك، بأوسمة، مقالات تحفيزية كل يوم ان انت كملت، ان انت وصلت لحد هنا، بأسرار جسمك وازاي جسمك كل يوم بيتعافى من الإدمان واحدة بواحدة، وازاي دماغك بتقدر تتخلص من الإدمان بشكل صحيح وبسيط. حتى لو عندك زلات، لو انت جيت في مرة وانت مبطل مثلا سجاير، مبطل مخدرات، مبطل مواد إباحية بتتفرج بيها على وحصل زلات وكتبت ان انا ضعفت وعملت كده النهاردة، مش هيسيبوك ومش هيبطلوا يحفزوك. وكمان عندهم أوسمة كتيرة موجودة داخل التطبيق عشان يحفزوك. كمان عندهم تجارب ناس سبقوك، تقدر عن طريقها تعرف الناس اللي سبقتك. كمان تقدر تتواصل مع الأعضاء اللي دخلت في مرحلة التعافي التام، واللي كملت فترة شهر، واللي كملت فترة شهرين، واللي كملت 90 يوم، وتسألهم ويجاوبوك وازاي حياتهم وازاي صبروا وازاي استحملوا كل دوت بمنتهى السهولة على التطبيق. بس الموضوع كله محتاج إرادة حقيقية منك انت. انا كتطبيق او انا كتليفون عمري ما هقدر امنعك ان انت تبطل اباحية، مش هعمل لك حظر على تليفونك من الاباحية، او التطبيق مش هيعمل لك حظر ان انت تشرب سجاير او تشرب مخدرات. هو بس مجرد عايز اللي عايز يغير من نفسه فبيساعده، بيحفزه. كل يوم في رسالة صباحية: انت النهاردة اقوى، انت النهاردة عديت 14 يوم، انت الابطال اللي زيك قليلين، في غيرك وقعوا لكن انت هتستمر وانت هتكمل، وهكذا. فبيديك تحفيز وبيديك قوة لان انت تكمل في السكة اللي انت ماشي فيها. وكمان اما تلاقي تجارب ناس اخرين بتبقى يعني حاجة مفيدة جدا، بخلاف طبعا لما في ناس بتروح مصحات ولا كده عشان تبطل ادمان، سواء بقى ادمان مخدرات، ادمان سجاير، ادمان اي حاجة، وتلاقي ان في ناس بتعينها على ان هي ترجع تاني للحاجة اللي هي بطلتها. فطبعا يعني التطبيق دوت محتاج ابطال عايزة تتغير. ممكن تضعف، ممكن يحصل زلة، بس في التطبيق هنا بيقولك انت وصلت فين، المرحلة دي أهم مرحلة، لو صبرت المرحلة ديت الباقي كله أسهل، وهكذا. فكل ده بيساعدك إن أنت ترجع وتبقى أحسن. لو ما كنتش أعرف التطبيق قبل كده وعرفت من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق هسيبهولك في الديسكريبشن. شير لأصحابك عشان المدمنين يبطلوا ويخفوا، ونبقى كلنا مجتمع صحي.